فيلمنا النهاردة بيبدأ في جزيرة بعيدة اسمها بيرك، وبنعرف إن الجزيرة دي عندها مشاكل كتير مع التنانين اللي بيكون موجود منهم أنواع كتير جدا، واللي بتظهر وهي بتهاجم الناس باستمرار علشان تسرق منهم الأكل. وبنشوف هيكوب بطل فيلمنا اللي بيبقى ولد صغير وضعيف، وهو بيجري وسط أهل الجزيرة اللي بنعرف إن اسمهم الفايكنج. ولما هيكوب بيبقى بيجري بيقابل ستوك، واللي بيبقى أقوى شخص في الفايكنج وأكتر واحد قتل تنانين، وكمان بيبقى زعيم الجزيرة. وبنرجع لهيكوب اللي بيروح يساعد جوبر في صنع السيوف اللي بيستخدموها في قتل التنانين. وبيبقى هيكوب بيتمنى إنه يشارك في المعركة مع باقي زمايله اللي بتبقى منهم مستاد أجمل بنت في الجزيرة، واللي بيكون هيكوب معجب بيها. ولما هيكوب بيحاول يشارك في المعركة جوبر بيمنعه وبيقول إنه ضعيف جدا ومش هيقدر يشيل حتى مطرقة، وهيبقى فريسة سهلة للتنانين. وفجأة بيهاجم الجزيرة تنين النايت فيورس، وبنعرف إن التنين ده أخطر أنواع التنانين لأنه سريع جدا وقوي وعمر ما حد شافه، ودايما بيصيب الهدف بتاعه. وبنرجع تاني لهيكوب اللي بيبقى نفسه يقتل التنين النايت فيورس علشان يثبت لأهل الجزيرة إن هو قوي زيهم ومش ضعيف زي ما هم بيقولوا عليه. وبمجرد ما جوبر بيسيب هيكوب وبيروح علشان يحارب التنانين، بياخد هيكوب بجهاز من اللي صنعوه علشان يقتل بيه التنانين. وبيروح هيكوب لمكان هادي في الجزيرة وبيشغل الجهاز بتاعه، وبيستنى لما تنين النايت فيورس بيصيب هدفه. وبمجرد ما التنين بيظهر، هيكوب بيضرب عليه شبكة بتكتفه بتوقعه على الجزيرة. لكن بيجي تنين تاني وبيهاجم هيكوب اللي بيجري بسرعة وبيحاول انه يهرب منه، لكن التنين بيحاصره، وقبل ما يقتله بيتدخل ستويك وبينقذه وبيهاجم التنين، وبكل سهولة بيقدر يهزمه. ولما كل التنانين بتمشي من الجزيرة، بيعتذر هيكوب لستويك اللي بنعرف ان هو اصلا والده. ولما هيكوب بيقول لوالده ان هو قدر يصطاد تنين النايت فيورس، ما بيصدقوش وبيلومه لانه عرض حياته للخطر. بعد كده ستويك بيجمع كل اهل الجزيرة وبيقول لهم انهم لازم يدوروا على عش التنانين ويدمروه علشان ما ترجعش تهاجمهم تاني. فبيرفضوا في البداية، لكن لما بيقول لهم ان اللي هيفضل في الجزيرة هيهتم بهيكوب بيوافقوا. وبعدها بيروح ستويك لصديقه وبيقول له انه كان بيتمنى ان ابنه يبقى قوي وشجاع وعنده عضلات مش ضعيف زي هيكوب. فبيرد عليه ان هو هيستنى في الجزيرة وهيدربه على محاربة التنانين مع باقي زمايله. في الوقت ده بيبقى هيكوب بيدور على اللي هو اصطاده في الغابة، وفعلا بيقدر يوصل لمكانه. وبيفرح جدا لما بيشوف التنين لانه اخيرا هيثبت لاهل الجزيرة ان هو مش ضعيف وجبان زي ما بيقولوا عليه. وقبل ما هيكوب بيقتله بالسكينة، بيبص في عين التنين، وساعتها بيقرر ان هو ما يقتلوش، وكمان بيقطع الحبل اللي هو مربوط بيه. وبمجرد التنين بيحس ان هو اتحرر، بيهاجم هيكوب وبيوقعه على الارض، لكنه مش بيأذيه وبيسيبه يمشي، بس ما بيبقاش قادر يطير. ولما هيكوب بيرجع البيت، والده بيودعه لانه هيروح يدور على عش التنانين. وتاني يوم بيروح هيكوب لحلبة التنانين علشان يتدرب مع جوبر وباقي زمايله. وعلشان هيكوب بيبقى ضعيف، فبيفشل في التدريب، وكمان في تنين هيقتله، لكن جوبر بيتدخل وبينقذه وبيقوله ان هو ما يثقش في التنانين لانها دايما بتقتل فرستها. وبعدها هيكوب بيروح للغابة وبيتفاجئ ان التنين لسه موجود هناك، وكمان مش قادر يخرج من الوادي اللي هو محبوس فيه. ولما هيكوب بيبص عليه، بيعرف ان هو مش قادر يطير بسبب ان في جزء من ديله مقطوع. وبالليل بيروح هيكوب بيدور في كتاب التنانين على اي معلومة عن تنين النايت فيورس، لكنه بيلاقي كل المعلومات مجهولة. وبنروح لستويك واهل الجزيرة اللي بيدوروا على عش التنانين، وبمجرد ما بيخش منطقة فيها ضباب كتير بيتهاجموا. اما هيكوب بيبقى في حلبة القتال، وطبعا بيفشل في التدريب على عكس ستيراد اللي بتبقى قوية جدا وبتهاجم التنانين بشجاعة. ولما التدريب بيخلص، بيروح هيكوب لتنين النايت فيورس وبيديله سمكة علشان ياكلها. وفعلا التنين بيقرب منه وبياكل نص السمكة، وبيدي النص التاني لهيكوب علشان ياكله. لما هيكوب بيبقى قاعد لوحده، بيجيب التنين جذع شجرة وبيبدأ يرسم خطوط على الأرض. ولما هيكوب بيعدي كل الخطوط دي، بيلاقي نفسه قريب جدا من التنين، وساعتها بيغمض عينه وبيمد ايده بكل ثقة. وفعلا التنين بيقرب منه وبيلمس ايده. وبالليل بيبدأ هيكوب يصنع شراع علشان يساعد التنين على الطيران. والصبح بيروح للتنين اللي بيبقى سماه توسلس وبيديه سمك كتير علشان ياكله. وبيتفاجئ هيكوب لما بيلاقي اللي هو التنين خايف من التعبان السمكي، وعلشان كده بيرميه بعيد. وبيستغل ان هو بياكل وبيروح علشان يركب الشراع في ديله. وبمجرد ما توسلس بيحس ان هو هيقدر يطير، بيفرد جناحاته وبيحاول يطير لكنه بيفشل. وقبل ما يقع، بيفرد هيكوب بالشراع، وساعتها توسلس بينجح ان هو يطير تاني. لكن لما هيكوب بيقع من عليه، ما بيقدرش يطير وبيقع هو كمان. ولما هيكوب بيبقى بيتدرب مع ستريد والباقي على تدريب التنين اللي براسين، بيفشل ان هو يغرقه بالميه. وفجأة
فبيخاف التنين من هيكب وبيبدأ يرجع لورا. والأول مرة بينجح هيكب في إن هو يرجع تنين للقفص بتاعه، وده بسبب إن التنين خايف من التعبان السمك اللي كان مع هيكب. وبيتصدم جوبر وكل اللي في الحلبة لما بيشوف اللي حصل، وبيروح هيكب بيصنع سرجل تسلس وبيركب على ظهره، وبينجحوا فعلا إن هم يطيروا مع بعض. ولما بيقعوا على الأرض بيلاحظ هيكب إن العشب بيخلي تسلس هادي، وساعتها بيستخدمه في الحلبة وبيقدر إن هو يهزم تنين تاني. ولما بيبقى بيلعب مع تسلس بيكتشف حاجات كتير أكتر عن التنانين وبيستخدمها في الحلبة وبيهزم بيها تنانين كتير، وده بيخلي أهل الجزيرة يحبوه ويقربوا منه ما عدا ستريد اللي بتبقى غيرانة منه وبتبدأ تراقبه. وبيرجع ستويك واللي معاه الجزيرة تاني بعد ما التنانين هجمتهم، وبيعرف جوبر إن هم ما قدروش يوصلوا للعش. وبيتفاجئ ستويك لما بيلاقي إن كل أهل الجزيرة بيهنوه. لما بيسأل جوبر بيقول له إنه هيكب بقى أكتر شخص بيهزم تنانين في الوقت ده. وبيركب هيكب على ظهر تسلس وبيبدأوا إن هم يتدربوا على الطيران. ولما تسلس بيطير عالي في السماء بيقع هيكب من على ظهره، وقبل ما يقع هما الاتنين هيكب بيوصل لتسلس وبيقدروا هما الاتنين يطيروا مرة تانية، وكمان بينجحوا إنهم يطيروا بسرعة كبيرة جدا ما بين الصخور. ولما هيكب بيبقى في البيت بيجي والده وبيقول له إنه هو فخور جدا باللي هو عمله، وبيديله الخوذة بتاعت والدته علشان تحميه وهو في الحلبة. وتاني يوم بيحارب هيكب واسترد التنين تاني، وطبعا بينجح هيكب إن هو يهزم التنين بكل سهولة. وبيتضايق استرد لما حكيمة الجزيرة بتختار هيكب علشان يقتل أول تنين بكرة، وطبعا هيكب بيبقى متضايق وبيروح لتسلس علشان ياخده ويمشي من الجزيرة. لكن بيتفاجئ لما بيلاقي إن استرد مستنياه في الوادي وبتضربه لأنها شاكة إن في حد بيدربه. ولما تسلس بيشوفها بيحاول يهاجمها، لكن هيكب بيمنعه وبيقول لها إن ده صديقه تسلس. ولكن استرد بتبقى مصدومة فبتسيبهم وبتجري. وقبل ما توصل لأهل الجزيرة بياخدها تسلس وبيطير وبيحطها على جذع شجرة، وبيطلب هيكب منها إنها تركب معاه وهو هيفهمها كل حاجة. وفعلا بتركب استرد مع هيكب على ظهر تسلس اللي بيطير بيهم في السماء، وبتنبهر استرد بإحساس الطيران وبشكل الجزيرة بالليل. وهم طايرين بيخش بيهم تسلس لمنطقة الضباب، وبيتفاجئ هيكب واسترد لما بيلاقوا نفسهم وسط عدد كبير جدا من التنانين اللي بتسرق أكلهم. ولما بيمشوا ورا التنانين دي بتوصلهم لجزيرة بعدها. بيخشوا جوه جبل، وفي الجبل ده بيتصدموا لما بيشوفوا كل التنانين وهي بترمي كل الأكل اللي بتسرقه في حفرة عميقة. وبيجي التنين وبيرمي سمكة صغيرة في الحفرة، لكن الأكل ما بيبقاش كفاية، فبيخرج تنين ضخم جدا من الحفرة وبياكله. وبيترعب هيكب واسترد من شكل التنين، وقبل ما يخرجوا التنين بيشوفهم وبيهاجمهم، لكنهم بيهربوا على آخر لحظة وبيرجعوا للجزيرة بتاعتهم تاني. ولما استرد بتقول له إنهم لازم يعرفوا ستويك مكان العش، هيكب بيرفض وبيقول لها إن ستويك لو عرف هيقتل تسلس، وبيعرفها إن هو أكيد هيلاقي حل. وبعدها استرد بتشكره وبتعرفه إنها معجبة بيه وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيجتمع أهل الجزيرة علشان يتفرجوا على هيكب وهو بيقتل أول تنين ليه. وستويك بيقول إن هو فخور جدا بابنه لأنه النهاردة هيبقى واحد من محاربين الفايكنج. وبمجرد ما هيكب بيخش الحلبة بيخرج تنين مشتعل من القفص بتاعه، والتنين ده بيبدأ يقرب من هيكب اللي بيرمي الدرع والسكينة بتاعته وبيحاول إن هو يهدي التنين، وكمان بيرمي الخوذة. وبيقول لأهل الجزيرة إن هو مش عايز يكون زيهم، فبيتضايق ستويك وكل اللي موجودين. ولما ستويك بيضرب بالمطرقة بتاعته على الحديد بيخرج التنين على السيطرة وبيبدأ يهاجم هيكب اللي بيحاول يهرب منه، وبتروح له استرد علشان تساعده. وساعتها هيكب بيصرخ فبيسمع صوته تسلس وهو في الغابة، فبيخرج من الوادي وبيجري بسرعة علشان ينقذه. في الوقت ده بيبقى التنين حاصر هيكب، وقبل ما يقتله بيوصل تسلس وبيدمر الحلبة بالكامل وبيهاجم التنين وبيهزمه وبينقذ هيكب. وبيتصدم كل أهل الجزيرة من اللي شافوه، لكنهم بيبدأوا يهاجموا تسلس وبيهزمهم بكل سهولة. ولما ستويك بيهاجموا تسلس بيوقعوا على الأرض، وقبل ما يقتله هيكب بيصرخ وبيمنعه، وده بيخلي أهل الجزيرة يمسكوه. وبعد كده ستويك بيلوم هيكب على اللي هو عمله، وبيقولوا إن التنانين دي قتلت المئات منهم. فهيكب بيرد عليه وبيقول له إحنا كمان قتلنا الآلاف منهم، وبيحاول يشرح له إن التنانين دي مش خطيرة وإنها بتسرق الأكل علشان في تنين كبير جدا في جزيرتهم بياكلهم. ولما ستويك بيسأل
بيسأله عن العش بيقوله إن هو ما يعرفش مكانه، لكن توسلس هو اللي وداه هناك، وبيترجى إن هو ما يروحش المكان ده لأنه خطير جدا وممكن يموتوا. لكن ستويك ما بيهتمش بكلامه وبيزقه وبيوقعه على الأرض وبيقوله إن هو مش ابنه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بياخدوا توسلس وبيحطوه على السفينة وبيمشوا من الجزيرة، وبتروح استرد تتكلم مع هيكب وبتسأله عن السبب اللي خلاه ما يقتلش توسلس أول ما شافه. فبيرد عليها وبيقول إن هو لما بص في عينه حس إنهم شبه بعض جدا وعلشان كده ما قتلهوش. وساعتها استرد بتشجعه علشان يروح ينقذ توسلس وأهل الجزيرة، فبياخدها ويروح هو وأصدقائه لحلبة القتال وبياخد كل التنانين اللي هناك. وبنروح لستويك اللي بيعرف مكان الجزيرة عن طريق الاتجاهات اللي توسلس بيبص عليها، وفعلا بيقدروا يوصلوا للجزيرة اللي التنانين عايشة فيها، وهناك بيضربوها وبيعملوا فتحة في الجبل اللي التنانين عايشة فيه. وبمجرد ما بيضربوا قذيفة مشتعلة بتخرج كل التنانين وبتهرب من المكان. وفي البداية بيبقوا فاكرين ان هم كسبوا الحرب، لكن بيترعبوا وبيهربوا لما بيتدمر الجبل وبيخرج منه التنين العملاق اللي بيحرق كل السفن علشان محدش يهرب من الجزيرة. وقبل ما يقتلهم بيوصل هيكب وأصدقائه وهم على ظهر التنانين وبيهاجموا التنين العملاق، وبينبهر ستويك وكل المكان لما بيشوفوهم. وبيروح هيكب لتوسلس وبيحاول ان هو يحرره لكنه ما بيقدرش. في الوقت ده بيبقى أصدقائه بيحاربوا التنين العملاق، لكنه بيبقى قوي جدا وبيقدر ان هو يهزمهم كلهم. وبيزيد الوضع سوء لما السفينة اللي فيها توسلس بتغرق، فبيقوم هيكب وراه وبيحاول ان هو ينقذه لكنه بيفقد الوعي. وقبل ما يموت بيجي والده وبينقذه، وبينزل المية تاني وبيروح يحرر توسلس اللي بيخرجه من المية. وبيروح هيكب يركب على ظهر توسلس، وقبل ما يروح يحارب التنين والده بيعتذر ليه على كل اللي عمله وبيقوله ان هو فخور بانه ابنه. وبعد كده بيطير في السماء وبينزل بسرعة كبيرة وبيضرب التنين العملاق ضربة قوية جدا بتوقعه على الأرض. فالتنين بيتضايق وبيطير وراهم وبيبدأ يطاردهم، فبيحاولوا يهربوا منه ما بين الصخور لكنه بيدمرها، فبيطيروا المكان أعلى علشان يهربوا منه بين السحب. وفعلا بيقدروا يعملوا كده وبيبدأوا يهاجموا التنين من كل الاتجاهات بضربات كتير جدا وبسرعة عالية من غير ما هو يشوفهم. وده بيعصب التنين أكتر وبيخليه يخرج نار كتير جدا، والنار دي بتحرق المكان بالكامل وبتحرق الشراع اللي متركب في ديل توسلس. لكن هيكب بتجيله فكرة وبيستفز التنين وبيخليه يطرده. وقبل ما التنين يخرج نار هيكب بيلف توسلس وبيصيبه وبيولع في الغاز اللي في بقه، وساعتها بتتحرق جناحاته. وبمجرد ما التنين بيقع على الأرض بينفجر. وبيحاول هيكب إنهم يهربوا من النار لكن الشراع بيبقى اتحرق وبيخبطوا في ديل التنين وبيفقد هيكب بالوعي وبيقع في النار. لكن بينزل وراه توسلس، ولما ستويك بيدور على ابنه ما بيلاقيش غير توسلس، فبيحزن جدا وبيعيط هو وباقي أهل الجزيرة على اللي حصل لهيكب. لكن توسلس بيفاجئهم بعد ما قدر إن هو ينقذ هيكب، وده بيخلي ستويك يشكر توسلس لأنه أنقذ حياة ابنه. لما بيفوق هيكب بيحزن لما بيعرف إن رجله اتأذت وإنهم ركبوا ليه رجل حديد، لكن توسلس بيسنده وبيخرجوا من البيت. وساعتها بيتفاجئ لما بيلاقي إن التنانين بقت عايشة معاهم في الجزيرة، وبيجي والده وأهل الجزيرة بيشكروه لأنه أنقذ حياتهم.